السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله بنشارك معاكم هاد البصله الخضريه، الورق ديالها، كيفاش كندير ليه، كيفاش كنستعملو، كيفاش كنحتفظ بيه. ما عمركم العيالات ما تخليو الورق ديال البصله بحال هكا. كيقول لكم الخضار واش بغيتوه ولا لا. كاين اللي كيقول لي قطعوا لي تما كنياكل سميتو عند الخضار. انا لا، كاين كنعبرها بالورق ديالها. كيقول لي نحيدو، نقول لي لا، حتى كنجي للدار وكنحيدو راسي. وتبارك الله البصله الخضريه راه موجوده دابا. هذه تبارك الله راه جبتها غير ب2 دراهم. وكناخذ هاد الورق ديالها، كنبقى على هاد الطريقه نهزلو ورقه اللي تكون ما مقيوساش هي اللي كنهز. كاين اللي كتكون بحال هكا بحال حارقه الشمس ما نديرهاش. ونبقى على هاد العمليه حتى كنجمع هاد الورق ديال البصله كامل وكناخذو كنشدو بحال هكا وكنديرو في الماء والخل وكنخليه واحد الساعه ولا ساعتين وكنشلو ونديرو شي شبيكه. بعد ما خضيت هذوك الوراق ديال البصله وغسلتهم ونشفتهم، نشفو مزيان، وكنحيد منهم اللي كتكون بعض المرات بحال يابسه ولا لاويه، وكنقطعهم على هذا الشكل بحال هكا. وكناخذ واحد الهاشوار كندير هنايا كاين اللي كيقول لها الحريف، كاين اللي كيقول لها البصله الخضاريه. وكنبقى نطحن فيها كامله حتى كتولي على هذا الشكل. كنطحنهاش بزاف، غير بين وبين. وهادو اللي بقاو ليا حتى هما كنقطعهم على هذه الطريقه. صراحه المنافع كلها كاينه في هذا الورق ديال البصله. كنشوف انا بزاف ديال الناس كيلوحوه، والله انا فين ما جبتو كنشدو كندير لها الطريقه وكنخزنو حتى كنستعملو. كيليق بزاف ديال الاستعمالات. من بعد ما طحنتها ها هو كيفاش غنخلطو مع هذا هادشي اللي طحنت. المهم خديت درت فيها شويه ديال الزيت وغندير من هاد البصله. اللي باغي تخدمو به راه كديرو. وهادشي اللي بقى ليا غادي نديرو في واحد السوبيره ولا بلاستيكه اللي بغيتو ديروه فيها كديروه، وفين ما احتاجيتو كتجبدو منه. من بعد كنسدها بحال هكا وكنديرها في المجمد. وهادشي اللي بقى درتو في بلاستيكه راه كيبقى مده طويله. كندير واحد شويه ديال الربيع اخضر ومعدنوس، كندير واحد شويه ديال السودانيه اولا الهريسه، كندير واحد شويه ديال الخرقوم وواحد شويه ديال التحميره،
ندير شويه ديال الكمون وكنخلط وكنخلي هاد العناصر كامله حتى كتشحر ليا مزيان. من بعد ما تشحرت هاد البصله مزيان كنزيد على قياس حك ديال الطون اولا علبه ديال الطون، اختيار. الا بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. كاين شويه الكفته ديروها، شويه الشحمه، كتجي بوحدها كتجي زوينه هاد البصله. انا بغيت نزيد فيها هاد شويه تاع الطون. عندي هنايا العجينه ديال المسمن، راه تبارك الله ما شاء الله كاع العيالات كيعرفوا يعجنوا العجينه ديال المسمن. انا دايره فيها المهم الفينو والفورص وشويه ديال الملحه، مغلبه الفورص على الفينو. صافي عجنتها بمويها تكون بين وبين دافيه، وخليتها ارتاحت وقطعت على شكل كويرات، وكناخذها كنسرحها كنورقها مزيان على هاد الطريقه. وكناخذ واحد الشراب بحال هكا اولا موس اللي عندكم كديروا. وكناخذ شويه من هاد الحشوه اللي كنديرها هنا، كندير كنرد هاد الطرف لهنا وندير بحال هكا بحال هكا، ندير ثاني بحال هكا. عمليه اللي سهله وكيجي صراحه كيجي هاد المسمن كيجي زوين. صافي نعاود معكم وحده اخرى. العجينه مدلوكه مزيان مرتاحه وما غتصيبوا معها حتى شي صعوبه. دغيا كتورق. الا كانت مدلوكه مزيان وما ديروش المسمن ديما ما ديروش فيه عندك كديروا فيه الماء سخون بزاف. بينو وبين انا مول كنديرو بارد، مع الحل بارد دابا دفيت واحد شويه. صافي كنبقى على هاد الطريقه. وكناخذ من هاد الحشوه شويه عمليه سهله. كنبقى على هاد العمليه بحال هكا كنورقو مزيان هكا. كناخذ واحد الشراب كندير واحد الكميه ديال هاد الحشوه وندير هاد الطريقه بحال هكا. الطريقه اللي كتجيني ساهله وكتعجبني. كنسرحها واحد شويه على هاد الطريقه. كنستعين بواحد شويه ديال الزيت، شويه ما كنخويش بها الزيت. صافي المقله راه سخونه من قبل. شوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله خفيف وكيجي زوين. هانتوما كيفاش كيجي، راه كيجي تبارك الله مرق وكيجي زوين كيجي بنين ما شاء الله. الفوائد ديال البصله راه كثار ما شاء الله، وما تبقاوش تلوحوهم. نتمنى تجربوا الطريقه ديال هذا المسمن اللي كيجي غزال ما شاء الله. وإلا
الا جربتوه ويعجبكم ما تنسونيش من لايك والضغط على الجرس وكومنتار يكون زوين بحالكم. وشكرا، الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. نقدموه مع واحد الكويس ديال اتاي اللي كيجي مشحر وزوين. هانتوما كيفاش كيجي. راه الا ضاقوا عندكم شي واحد ما غادي يسيقش ملي راه فيه البصله ولا فيه اوراق ديال البصله، وكثير لازمتو معاه شي شويه ديال الفرماج كيجي بحال الشكل ديال السبانخ. صراحه مسمن اللي رائع وغزال وسهل. وهذه هي الوقيته ديال البصله الخضاريه، علاش اللي ما نستغلوش ونديروه.